شك واحد وقف ساعات حتى يحصل تذكرة لما انقال رونالدو راح يجي للعراق. اكو شخصية اعظم واهم راح تحضر. الجمعة مو يوم عادي، الجمعة عيد الغدير، وبنفس الملعب ملعب المدينة راح يصير كرنفال احتفالي ضخم، كرنفال بتنصيب الامير علي بن ابي طالب عليه السلام، وبي مسرحية تجسد حديث الغدير قدام آلاف الحضور. وهو مو بس عرض فني، هذا تجديد عهد، هذا موقف حضورك دليل بحبك لعلي بن ابي طالب. هذا عيد الله الاكبر، والدخول ببلاش، اكو اماكن للعوائل. يوم الجمعه عيد الغدير الساعه 8 بالليل، افضل مكان تروح له هو الملعب، ما عندك اي عذر. حيتواجد بالكرنفال هواي شخصيات معروفه، الرادود الكبير محمد باقر الخاقاني، والرادود الكبير عمار الكناني، وغيرهم. كرنفال جدا محترم واخلاقي، لان برعايه العتبات الدينيه. اليوم اللي النبي صلى الله عليه واله قال بي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السنوات اللي فاتت نتحسر لين ما حضرنا بعد ما انتشرت المقاطع ورا الكرنفال بيوم، بس هذا العام راح نحضر حتى نجدد البيعه وما عندنا اي عذر. اللي راح يحضر يكتب بالتعليقات راح احضر، ولا تصيرون مثل جماعه السماعات اللي ما يشتغلن. لبينا دعوه بس السماعات ما يشتغلن، كل شيء ما سمعنا. ايه سماعات يعني على السماعات.